بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعيني. اليوم راح نسوي حلل موز. هذا حلل موز طبعا مو مننا، من دولة أوروبية، بس الطعم مالته كلش طيب يجنن وبدون تكلفة. وثاني شيء لا كريمة ولا وقت، 5 دقائق وحضري. لا يحتاج برودة وما يحتاج لا حتى جبنة كريمية ولا يحتاج أشياء هواي. حتى هاي تشوفوا الفوق ترى هاي مو كريمة ولا جيلاتين ولا شيء. تعالوا نشوف شلون حضرناها بكل تفاصيلها. هسه نبدي. أول حاجة طبعا عندي هذا بسكت أبو الربع، هم ما أخذته كله، لا طلعت من عنده. عندنا هيجي يعني حتى ما راح استخدم اليوم لا مثلا نقول محضرة طعام ولا كل شيء، ما استخدم. لا راح اجيب هذا كيس سفري او اي كيس عندكم متوفر بالبيت نظيف، استخدموا هاي البسكت بالكاكاو وبأي شيء عندكم انكسره، حتى لو سكينة. هاي دقيته وشوفوا بسهولة. هسه عندي كاسات اني بهذا الشكل، راح اوزعهن، ما استخدم الملعقة عادي، راح انزل واعرف ايش قد مثلا كمية. هسه اني خلصت، راح اسوي بهالشكل. هاي يعني اجن قياس واحد. تعالوا نسوي الحشوة. اول حاجة هسه نجي المقادير المحلبي، طبعا كلش سهلة وبسيطة. أول شيء أنا راح أسوي مال 5 كاسات كبار هيجي، انتوا إذا تكثرون نفس هذا المقادير وراح تضاعفون العدد، تريدون 10 15 20 انتوا علي. أنا دا أسوي لكم مال 5 كاسات. هسه أول حاجة كوب من الحليب السائل، نص كوب شكر، ملعقة صغيرة هيل، ملعقتين نشا. راح اخلط بهالشكل واذوب كل شيء، يعني يذوب كل شيء عندي. يلا نخليه على النار هذا الشكل، وهسه نخليه على النار. وتقريبا انا ما حتركه نهائيا، لا اظل احرك بهذا الشكل. شوفوا متابعيني، هسه بدا يريد يثخن عندي، بس انا ما اريده يثخن كلش، ما اريده. هسه شوفوا راح اسوي يعني اسمن بدا يعني هيك، ما اريد سخون قوي، يعني هيك تكون طين وما ادري شنو وما تقدر. ها هي اني هسه هذا القوام اللي اريده. شوفوا حن تعالوا هنا ندير. هسه شوفوا مو حيل ثخين. هسه شو نسوي؟ ندير نص كوب من المبروش جوز الهند، نص كوب، وهنا عليه علبة من القشطة هاي ام 500 دينار، من هاي علبة كاملة. نخلط يعني نلابس كلهن. ما نريد نسوي ثخين حيل، لا هيجي على مود من نضيف القيمر والمبروش يصير مستوى واحد. هسه تعالوا نوزعه فوق البسكت، وهسه راح نبدي نوزع. وشوفوا شلونه، الله، خاصة بالمبروك جوز الهند جربوه، شوف الطعم شلون راح يطلع طيب. هاي نعدل بيهن بهالشكل، ما يحتاج اصلا هن تعديل، لان هن من ندير وبعد يتعدل بهالشكل. هسه نسوي الحلا مال القهوة، صحوا له حلا الموز. تعالوا هسه نسوي حلا الموز. طبعا هذا الحلا يجنن، لا نحتاج كريمة ولا نحتاج كريمة يعني جبنة هم كريمية ولا كل شيء، سهل وبسيط وما يراد له تكلفة، والوقت مالته دقائق ويصير. راح نحتاج هاي القهوة سريعة الذوبان.
طبعا القهوة الناعمة اللي يصير مثل الباودر ما تنجح، بس هاي سعرها 1000 دينار لو 1400 موجودة. راح أشوف لكم، تعالوا شوفوا شلون مبينة. لازم تكون تبين الحبيبات مالتها، إذا ما بينتيك الحبيبات ما راح تشتغل. راح أخذ 4 ملاعق من القهوة، نص كوب من الشكر، نص كوب مي بارد جبته من البراد. أول شي لازم نذوب الشكر. طبعا استخدمت هاي الخفاقة اليدوية، تقدرون انتوا إذا ما عندكم الخفاقة الكهربائية تستخدمون هاي. شوفوا أنا هسه بدي أخفق وبدأت تصير عندي تتجمع رغوة، شوفوا يعني بدأت تصير، يعني أقدر أبقى في الدقائق وتصير عندي كاملة. بس أنا ما أريد، يعني أنا موجودة عندي خفاقة هاي اللي أقول الماء عنده. هسه أنا شغلت الخفاقة تقريبا ما تاخذ وقت، من دقيقتين إلى 3 دقائق توقفون. سرعة عالية، ما أقول لكم سرعة ناصية، لا سرعة عالية. وشوفوا شلون تغيرت عندي، والله كل شيء ما ضفت لها غير نص كوب مي، 4 ملاعق قهوة سريعة الذوبان، نص كوب شكر، حتى صارت أطيب من الكريمة 100 مرة. الطعم مالتها كان كلش روعة. بس انتبهوا لازم من الطفون يكون القوام هيجي، مو يعني من يعني تخلوها وتنزل بسرعة، يعني بعدها ما محتاجة خفق، لازم تكون لا يعني صلبة. شلون نقول، ما شوفوا شلون جامدة عندي وتجنن. هسه أنا جبت كيس مال كريمة وضفت عليها الفورمات، خليت بيها وضفت هسه الحلى الموز يجنن. شوفوا شلونه، هنا أنا عندي أقص بالمقص على مود أقدر. هسه نبدي نشكل. طبعا أنا بس المحلبي بس برد، كل شيء ماكو، يعني ما يعني مثلا نقول جمد وما أدري شنو، لا بس برد. وهاي نسوي بهذا الشكل. بعد انتو تريدون بقالب وتقطعوا، تريدون تسوون نفس أنا التشكيلة مالتي كل واحد تنطوه من هاي الكاسة، بعد انتو رغبتكم، يعني ما بيها أي مشكلة. بس والله ما ياخذ وقت ولا ياخذ مجهود ولا ياخذ مواد هواية، مستحيل. يعني يجاكم خطار مثلا نقول وتريدين تقدمين شيء راقي متغير عن الأكل اللي إحنا موجود، تقدرين تسوين هاي الطريقة وروعة. عندي هذا الكاكاو أبو الربع، استخدمت 2. تريدون أنتم ما تخلون لا تخلون، ما هذا بس زينة، يعني بس كزينة للديكور. سويته بالسكينة، حتى ما استخدمت أي شيء، سكينة وراح أخليه هيك للوجه فقط. أنا سويت على قدنا يعني 5 كاسات. شوفوا بهالشكل طعمها كلش ينطي طيب، على القهوة ينطي، وينطي هناك عندنا هنا للتزيين ورد، واللي ما يريد له يخليه عادي، ماكو أي مشكلة. وهسه شوفوا شلون قدمته والنتيجة روعة. والله جربوا على هاي الطريقة راح تحبوها حيل، وإن شاء الله يعجبكم. تجربون بس لا تجيبون قهوة غير شي. الثاني مبنو رح أذوقها وحقول بسم الله بالعافية. هسه أنا راح أبدي هم أذوق وياك بهالشكل. طبعا أنا أخذت من البسكيت ومن المحلبي وهذا. هسه بسم الله. مبنو روعة بالعافية، وروح أمي روعة تخبل. والله طعمها كلش طيب. ويعني شوفوا بدنا ناخذ أنا وأبو بنين من حتى طعم القهوة ما طاغي هواية، لا مو هي 4 يعني ملاعق يعني وعندك خبل. اي واني حتى البسكت ما ضفنا له كل شيء، حتى القهوة ما طاغية هواية، تجنن. جربوا، خلي يجربون هاي الطريقة ويقولون إذا جاكم خطار وقدموا ولا خطار راح يجيكم رمضان تحبون هذا الحلويات. ونكهة القهوة والله مو مرة، اي مو طاغية.